يعرفوا عليك جميع المعلومات، وحتى الكود بين التليفون ديالك راه عارفينه، ويمكن شي حاجه ما اكثر. حتى الغدا اللي تغديتي اليوم عارفينك اش كليتي. حنا هما الدله اللي معك كل لحظه. سمعنا مزيان وبلا ما تقطع. كنتمنى توصلكم هاد القصه وانتم باحسن حال. وبالنسبه للناس الجداد اللي شافوا القناه، خليو معكم جيم، كومونتير، وابوني باش دايما يبقى يوصلكم الجديد من عندنا. ومرحبا بكم معنا في بيت القصص. وبلا ما نطول عليكم، بسم الله نبداو. وانا في القهوه اللي كنجلس فيها دايما فتح البيسي وكونيكتي. جا عندي السرباي وقال لي اش بغيتيني نسخر لك هاد القهوه؟ زعما فهمتي، فهم راسك، راك عيقتي شويه. قلت له لا محتاجي شكرا، انا غنتحرك بحالاتي. قال لي ماشي مشكل. جمع عندك البيسي، تحركت بحالاتي للدار. نعرفكم على راسي شويه قبل ما ندخلوا في الاحداث. اسمي طارق، وفي عمري 36 عام. نص حياتي كامله دوزتها في القرايه، ولكن استفدت حاجه واحده، اني تعلمت البرمجه وتعلمت بزاف د الاساليب الاختراق، وما سبقليش خدمت ولا فكرت نفتش على الخدمه اساسا. فمعظم الوقت كنخدم غير من البيسي. كاين شركات اللي كنخدم معاهم في سيكوريتي، سايبر سيكوريتي، وكاين بعض الشركات اللي كنخدم معاهم ديفلوبور، ومشي الامور الحمد لله. كيوصلوني دو صالير، ولا في بعض الساعات فريلانس شي خدمات كنضيفهم كيطلع صالير مزيان. المهم هادشي هذا كامل غيتبدل في واحد الساعه ملي كنت جالس في الدار، وما ليا ما بيا قلت علاش حتى انا ما ندخلش شي جروب ونحاول نعمل صداقات جديده، نحاول نزيد نكتشف اكثر في عالم الهاكرز. ومن بعد سوايعات قليله غادي نطيح على واحد الجروب اسمه اغيلا، بمعنى الصقر. دخلت الجروب، بانوا لي دراري ظريفين زعما كيهضروا بيناتهم في وسط الشاط. حاولت نهضر معهم وانا نكتب لهم السلام، معكم بلاك شادو. شويه جاوني الادمن قال لي مرحبا بك معنا، راك جديد، عاد اكسبتينا عليك. قلت له اياه. قال لي الافراد الجداد اللي يلاه دخلوا راه كيكون عندهم واحد الاختبار مبدئي باش نشوفوا واش غيبقاو معنا ولا غادي يخرجوا من الجروب. قلت له مرحبا. قال لي واش عندك خبره في الهاكينغ ولا غير هاوي فقط باغي تتعلم ولا عاد بديتي؟ قلت له انا اونغري في الوسط، ما معلمش بزاف وما ناقصش بزاف، ولكن هاد المعلومه كانت غلطه بزاف، حيت ربما المعلومات اللي عندي انا كتفوق حتى الادمن. هذا علاش حاولت نخفي راسي واحد شويه وعطيتهم غير نصف الاجابه. من بعد غادي يصيفط لي واحد ليان وغيقول لي هاد الليان ديال واحد السيت ومخدوم بي اش بي، غادي تحاول تخترقه وتجيب لنا اليوزر نيم والباسورد. قلت له اوكي تمام، غادي نحاول معه. قال لي بالتوفيق. ما كملش نص ساعه، ما داليش وقت بزاف صراحه، دا اقل من نص ساعه، غير باش ما نبانش مفروش باللي راه شديد ولا راه عارف بزاف الامور. اضطريت باش نتعطل، رسلت لهم داك اليوزر نيم والباسورد. شويه الشات تحرك كله كيصفقوا برافو برافو. من بعد قال لي الادمن مرحبا معنا في المجموعه. اليوم غيكون واحد الاتاك بريد فورس على واحد السيت وغادي نطاكيوه. واش كاين شي بوت نت عندك ولا شي اجهزه على يدك اللي تقدر تدخل بهم معنا في هذه الهجمه؟ قلت له ممكن، عندي شي بركه. قال لي شحال؟ قلت له كاين دي سيرفور اللي كنتحكم بهم، نقدر حتى انا ندخل في هذه الهجمه، ولكن شنو الهدف؟ قال لي الهدف هو جمع البطاقات البنكيه اللي مسجله في داك الباز دوني اللي كاينه في داك الدومين، وغادي نحاولوا من بعد نبيعوهم في الديب ويب، وداكشي غادي يتقسم، كل واحد غياخد حقه. قلت له اوكي، فوقاش هاد الهجمه غتكون؟
جاوبني وقال لي اليوم مع 12 د الليل. وانا استغربت قلت كيفاش 12 د الليل؟ واش هادو ما عارفين شي بلي الخدمه مع 12 د الليل غتكون صعيبه شي شويه؟ ولكن عادي، غادي ندخل معاهم في هاد الهجمه وغادي نعاونهم، مع العلم انهم كيبانوا مازال هاكرز ضعاف، وهاد المسائل هذه كتعتبر مساله سبام فقط. هي بحال نقول لك عندك واحد البريك فيه واحد ساعه المكانه بغيتي تعمل فيه شي شغله، فغالبا غتفكر في هاد القضيه. مساله بسيطه بزاف بالنسبه لي. وبالفعل مع 12 الشاط تحرك، دراري كل واحد وفين كي اتاكي السيت. انا في الاول خليتهم نشوف المهارات ونشوف التقنيات اللي يخدموا بها والنوعيه ديال الهجمات. فكانوا كيستعملوا دي بوت نت اللي عندهم في العالم كامل، وكي اتاكيو الموقع حتى كيطيح الموقع، وكيدخل الادمين من بعد اللي كيفرز المعلومات وكيحلها وكيهز منها داكشي اللي باغي. وهاد المساله معروفه بزاف عند الهاكرز، وجاتني مساله بسيطه بزاف. عاد علاش دخلت بواحد الكم هائل البوت نت، ما كملاش 10 دقائق الموقع طاح. الدراري دخلوا الشاط كيكتبوا شكون اللي دخل بهاد الكميه البوت نت، وانا نكتب لهم اتس مي، وكل شيء داك الساعه دار عندي. كيفاش هاد الكميه كامله؟ انت راه ممكن تطيح مواقع كبيره كاع. قلت لهم بانتوا لي في الاول باللي زعما مخترقين شداد، ولكن على حساب ما بان لي راه امور عاديه عندكم. هاد المسائل حنا كنقوموا بها غير في البريك كما قلت لكم، غير ساعه الراحه. وانا باقي كنكتب في الشاط وكنلاحظ باللي كاين هجمات كثيره على البيسي ديالي. والغريب هو اني غادي يوصلني الميساج معطل، غادي نلاحظ باللي النص لي دوني ديالي كيتهز من البيسي. ما عرفتش شكون اللي وصل لي البيسي، شكيت واش يقدر يكون الادمين، شكيت ولكن ما عطاني حتى شي معلومات. مساله اني نجبر الاي بي ولا نجبر الماك ادريس اللي دخلت كانت حاجه صعيبه، وهاد المساله بانت لي باللي الادمين ما غاديش يقدر يقوم بها، فغالبا هذا اختراق خارجي. فكانت مساله وقت فقط قبل ما يتحول البيسي ديالي نوحل الوعاء الفيروسات اللي كانوا كيدخلوا باعداد مهوله، وكل واحد كان عنده اسطور برمجيه غير كتوصل للنظام كتقوم بالتغيير ديالو. وانا كنكافح وكنحاول نشد الثغرات وكنحاول نشد هذا الهجوم وهو يتطفى بيسي. انا عرفت باللي غالبا المخترق ولا المخترقين فقدروا يستحوذوا على النظام، داكشي علاش داك البيسي كيتعتبر ميت. صراحه ما بقاش فيا البيسي، ولكن بقيت كنفكر كيفاش، شنو الطريقه اللي استعملوا باش قدروا يوصلوا، مع العلم ان البيسي ديالي كان محمي بزاف، وتقريبا نقدر نقول لك ما يقارب واحد 15 نظام الحمايه اللي كنت كاتب النص ديالهم بيدي. والاغلبيه الساحقه اللي كانوا خدامين مزيان كانوا من شركات معروفه بحال كاسبرسكي وافيرا. هنا عرفت باللي البيسي في الغالب راه غادي يديماري، ولكن راه ما غاديش يخدم وغيبقى دائما فيه المشكل. هذا علاش فتحت البيسي بورتابل وعملت واحد الباك اب من داك الهجمه كامله. حاولت نكتشف المتسللين ولا الهاكرز كيفاش قدروا يدخلوا، ولكن بعد محاولات كثيره باءت بالفشل. انا عرفت باللي ممكن ان المخترق او المخترقين ربما خدامين بشي نظام جديد عليا وباقي انا ما عارف عليه حتى حاجه. داك الساعه عاد طلع لي الدم، شديت داك البيسي ومشيت ننعس. يمكن نقدر نكون نعست واحد 2 ساعات وكنسمع التليفون ديالي كيصوني. ملي فتحت واحد العين وانا نعسان كنلقى انكوني بلا نمره، وانا نفتح الخط مع اول هضره تسمع صوت غليظ كيقول كنعرفوا عليك جميع المعلومات، حتى الكود بين التليفون ديالك راه عارفينه،
ويمكن شي حاجة ما كتر، يمكن حتى الغدا اللي تغديتي حنا عارفينه. حنا هما الظل اللي مرافقك كل دقيقة بلا ما تحاول تقطع. عيني كانوا مسدودين صراحة، ولكن من بعد ما سمعت الصوت والطريقة كيفاش هدر عرفت باللي هادو بالفعل راه غادي يكونوا عارفين عليا بزاف، وبالاخص هاد الجهاز اللي مستعملين راه معروف على الهاكرز كيستعملوه. عرفت باللي غالبا البيسي اللي تخترق راه داو منه معلومات كثيرة. وانا نجاوبه قلت له وشنو المطلوب مني؟ قال لي المطلوب منك هو انك تفتح البيسي ديالك وغيوصلك ميساج، غادي تدخل على داك اللين وتما غادي يوصلوك المعلومات كاملين. دورت هاد الهضره في راسي مزيان، وقبل ما نجاوب لقيته قطع، وقلت غالبا الا كان هادشي غير ضحك ففي الغالب ما غاديش يقدروا يكونوا وصلوا للبيسي، حيت ما يمكنش غيصيفط لي بيسي بلا ما يعرف الاي بي ديالي ولا الماك ادريس ولا بلا ما يعرف الريزو اللي انا مكونيكت عليه. فتحت البيسي بالزربه، ديمارا البيسي، وبالفعل غير تافيش السيستم وصلني ميساج، والميساج كيقول بوضوح انت عملتي هجمه على واحد الموقع بالديدوس وديتي معلومات مهمه. هذا علاش؟ باش تخلص الخطأ ديالك لازم عليك تكمل هاد الخدمه، والا غادي نصفيوك في هاد العنوان. وكنقرا العنوان اللي انا ساكن فيه، زائد الماك ادريس للبيسي، زائد نمرة التليفون، زائد الاسم ديالي والرقم ديال لاكارت ناسيونيل، زائد التصويره ديالي مرفقه في واحد الملف. عرفت بلي القضيه ماشي د اللعب، وغالبا يمكن داخله فيها شي دوله ولا مخابرات، وانا باقي ما فقت من الصدمه حتى غنجبر ميساج اخر، ميساج فيه واحد لونغاج ديال البيسي كتسمى بايثون، ومكتوب بها واحد المجموعه د لي زارشيف، ومطلوب مني اني نجمع هاد لي زارشيف في بروغرام، ويكون هاد البروغرام هذا عباره عن رانسوم اور، انك تصيفطون شي شخص يطلب منه فديه، ولكن ماشي اي شخص، عطاوني حتى الشخص اللي غنصيفط له هذا البروغرام. المشكله ما كانتش في جمع البروغرام ولا نديفلوبيه ولا نضيف عليه اضافات، المشكله كان في الشخص اللي غنصيفط له البروغرام. كيفاش غنعمل نخترقه؟ هو واحد من رؤوس الدوله الكبار اللي نقدر نقول لك شبه مستحيل انك تقدر توصل له، وانا باقي كنفكر في شي طريقه كيفاش نحاول نوصل ولا على الاقل نجمع عليه معلومات. وهو يوصلني ميساج اخر، الميساج كيقول باللي غنقدموا لك واحد الارشيف، وهذا الارشيف هذا فيه معلومات سريه وعاملين عليها تصريح مستوى الفا. هذا علاش الا قريت هاد المعلومات فلا رجعة من هاد العمليه، يا خصني نقوم بها يا غنمشي انا. وهادشي هذا بحكم الخبره اللي عندي في الدومين، عارف مزيان بلي المعلومات بحال هذه الا تسقرات هي غتكمل المهمه وتكمل حياتك في صمت، ولا غتخسر حياتك. هنايا تيليشارجيت داك الملف اللي كان عباره عن بي دي اف. من بعد ما دخلت للملف وتصفحت الملف، عاد زدت تاكدت باللي من شبه المستحيلات اني نوصل لهاد الشخص، وبالاخص ولد بلادي وعنده منصب في الدوله، ربما عنده معلومات سريه ولكن الا مشيت توصلت له وربما تفرشت ولا عرفوا كيفاش يوصلوا لي، ففي الغالب غنمشي فيها. حاولت ما نشطنش بالي بهذا الشخص اللي عرفت، وحاولت نديفلوبي داك البروغرام، وبديت كنديفلوبي في داك الاسطور، ولكن من بعد غادي نكتشف باللي هذا الرانسوم وور اللي هو عباره عن فيروس فيديا، يعني الا وصل عنده ففي الغالب غي يتم الحجز المعلومات الحاسوب او الجهاز اللي هو خدام عليه، وغادي يطلب منه فدية يخلصها بالبيتكوين ولا غيفقد المعلومات ديالو كاملة. ولكن ضمن هذه الكتابات وهذه الأسطر البرمجية لاحظت بأن كاين واحد الباك دور، أي باب خلفي يمكن للمخترقين أنهم يتسللوا الجهاز اللي وصل له هذا الرانسوم وور
عاطين الأمر بأنه يقدروا يتحكموا بالحاسوب كامل ولا بالجهاز كامل، وكتر من هادشي هذا يقدروا يستحوذوا حتى على النقاط الهامة في الريزو اللي هو كيستعمل. وكتر من هادشي هذا أنه ينسخ راسو في وسط داك الحاسوب ولا الجهاز المستعمل، وأي جهاز مرتبط مع الجهاز اللي هو يحمل الفيروس فهو غينسخ راسو فيه اوتوماتيك، مع استعمال بعض الثغرات اللي كاينه في الويندوز واللي كاينه في الانظمه الاخرى اللي كانت مصنفه على 3 طبقات: نظام لينكس وويندوز ونظام الاي او اس المشهور بالحمايه ديالو. وهاد الاسطر البرمجيه مكتوبه بواحد التشفير اللي تقريبا نقدر نقول عليه شبه مستحيل الا ما كانش عندك السورس باش تعرف كيفاش تكتب. وإلا ما كنتيش قادر تعمل الهندسة العكسية فكون على يقين ما غتفهم والو. بدا عاوتاني التليفون ديالي كيصوني والنمرة انكوني. هزيت الخط. عرفناك باللي قدرتي تحلل في البروغرام سطور برمجية مستوى التشفير فيها عالي، هذا علاش خلينا لك واحد السر في البروغرام. إلا فكيتي الشفرة وقدرتي تعمل عليه هندسة عكسية وتوصل للنقاط اللي مخلينها في البروغرام، فغادي نعفيوك من هاد العملية. وغير بغيت نجاوبه هو يقطع. فكرت مزيان وقلت بما أن البروغرام فيه شي سر فغادي نوصل لهاد السر وخا نبقى أنا وهاد البروغرام. وبديت الخدمة على داك البروغرام، كنعمل عليه هندسة عكسية وكنحلل حرف بحرف، نقطة بنقطة، سطر بسطر، الآلاف الأسطر، حتى غنلقى واحد السطر مكتوب بواحد اللونجاج غريبة وفي نفس الوقت ما كتنتميش لنفس اللغة البرمجة اللي تكتب بها البروغرام، وكأنها عليها تشفير خاص. وربما كاين أسطر في البروغرام اللي الاختصاص ديالها خاص أنها تقرأ داك الشفرة. بديت كنعمل واحد الشبكة وكنربط الأسطر اللي تعدلت خصيصا باش تقرأ هاد السطر. وبالفعل هنا كانت المفاجأة، وبالفعل قدرت نفك التشفير داك الخط اللي عطاني واحد الرابط وجهني ديريكتومون عبر الأونيون لواحد الصفحة في الدارك ويب، صفحة فارغة نوعا ما فيها كتابات بسيطة في الجانب وواحد الخانة في الوسط كتقول أدخل الرمز. غير هو اش من رمز ومين غنجيب هذا الرمز؟ وانا نرجع للبروغرام عاوتاني وبقيت كنحفي داك الأسطر لساعات طويلة، كنعاس ونعاود نفيق ونعاس ونعاود نفيق حتى لقيت الرمز. الرمز كان عبارة عن تشفير على واحد الصورة مرفقة مع الملف، واللي كان لازم عليا نحل بواحد البروغرام ونفك التشفير ديالها اللي غتعطيني واحد الرقم. داك الرقم هو اللي هزيته ونزلته في داك الخانة، وبالفعل تفتحت واحد الصفحة اللي كانوا فيها كتابات بالعبرية وشي كتابات بساطين باللغة العربية. بحكم التجربة ديالي في الدومين قدرت نعرف بزاف الأسطر، واللي اكتشفت من بعد أن هاد المخترقين هادو راه ماشي جنسية مغربية، في الغالب جنسية إسرائيلية، وبغاوني أنا نخدم في وسط بلادي كمخبر ونعطيهم معلومات ونعطيهم الأكسي باش يقدروا يوصلون هاد الشخص. وحيت هما عارفين مزيان باللي ما كاينه حتى شي طريقة من الانترنت باش تقدر توصل لهاد الشخص إلا وإلا كنت حداه وقدرتي تمرر شي فيشي ولا شي يوسبي اللي مانجيكتي فيها شي فيروس، أي محقون فيها شي فيروس من داك البيسي السيد ولا الهاتف ديالو، فما كاين حتى شي طريقة. ففكرت مزيان وقلت هادو غالبا فعيل الموصاد، هما اللي غيكونوا باغيين يجندوني باش انا نعطيهم معلومات على ولد بلادي، وهادشي اللي مستحيل واش غنعملو واخا نعرف نعطيهم حياتي في بلاصه هاد الملف. وبحكم اني رجعت داك البروغرام اللي صيفطوا لي مزيان وعرفت اللونجاج اللي مكتوب بها وعملت له هندسه عكسيه، فقدرت نصمم بروغرام بحاله يمكن تقول هو. ولكن بمجرد ما يوصلنا عند الشخص وهو ملف مفتوح open source غادي يقدر ينسخ راسو ويعطيني واحد الباك دور
في اي جهاز وصل له هذا الملف رغم انه ما انستاليش وما مجموعش كاع. وصلني اتصال اخر انكوني، جاوبت. هاد المرحلة اللي وصلتي ليها مرحلة مهمة، ولكن باقي ما اكتشفتيش السر. وقبل ما يقطع زربت عليه وانا نقول له عندكم خطأ في الملف، راه لقيت خطأ، واحد الخطأ اللي يقدر يخرج عليكم من بعد. الخطأ فيك انت، حنا هما الظل، انت اللي ما عرفتيش تحلل. وكالعادة قبل ما نعاود نهضر قطع شوية. كنشوف البيسي ديالي تبدلت الصفحة اللي كانت فيه، وغير قربت لقيت كاينه واحد الخانة بحال كيقول لي كتب ميساج، وكتبت هلو. شوية هو يجاوبني بواحد السطر كبير برمجي، قال لي غالبا وقع لك المشكل في هذا السطر هذا وظنيتي بأن فيه خطأ. لا، راه ما فيهش خطأ. وانا كتبت تحت داك السطر بالضبط لا ماشي هو هذا السطر، وانما انا لقيت ثغرة اكثر من هادشي، والثغرة كاينه في هاد السطر، وانا نصيفط له داك السطر وما عطيتوش الحيتيات. هو يعاود يجاوبني قال لي ما يمكنش، انت اللي حللتي خطأ، البروغرام من بعد ما كيتجمع كيخدم عادي. قلت له غنعاود نصيفط لكم الملف وتأكدوا منه مزيان وتشوفوا داكشي اللي صححت لكم انا وقارنوه وداكشي اللي عندكم. بقى واحد شويه ويقول لي اوكي. عطاني واحد الخانه فيها فايل ابلود وحدها واحد الزائد، وانا نعمل واحد ابتسامه شريره. عرفت باللي الملف اللي انجكتيت فيه الفيروس غادي نعاود نصيفطو لهم، وانا نعاود نصيفط الملف. وبمجرد ما وصل الملف وتاكدت باللي وصل من الوجهه ديالو، اوتوماتيكمون فتحت واحد البيسي اللي كان عندي مربوط بواحد الموديم، وانا نحاول نفتح واحد السيشن اي واحد الجلسه، ونحاول نكتشف واش داك الباك دور تفتحت ولا مازال. وبالفعل ما كملاش 10 دقائق تا غتفتح عندي السيشن، وغادي نقدر نوصل للاجهزه ديالهم كاملين، وقدرت نعرف بلي هما 6 الاشخاص وخدامين اون ايكيب، وكاملين جمعهم ريزو واحد، واللي بقيت كنخترق فيهم واحد مورا واحد، وكل واحد كنجبد المعلومات ديالو كان ارشيفيهم في واحد الملف باسمه. وهكذا تساليتهم كاملين. من بعد استنيت الجواب يجيني ولا يصوني ولا الأقل. وبالفعل من بين المعلومات اللي قدرت نعرف هما أنهم كينتميون للموصد، وفي نفس الوقت هما من إسرائيل وجنسية إسرائيلية. ما حاولت نعمل حتى شي حركة في النظام باش ما يعرفونيش بلي أنا كاين معاهم، بقيت في خفاء وحاولت نجمع معلومات كتار حتى غيجيني واحد لابيل. جاوبت عندك 72 ساعة باش ترسل الرانسوموار للشخص المطلوب، وإلا غتفقد حياتك. انا عرفت باللي في الغالب راه عرفوا الخطه ديالي وعرفوني باللي تجسست عليهم وديت معلومات مهمه. هذا علاش جريت عندك البيسي وشعلته باش نتاكد واش بقى مفتوحه الباك دور ولا غلقوها. ولكن المفاجاه هو اني لقيت الباك دور باقا مفتوحه وكأن شيئا لم يكن. انا سمعت شي حد كيدق في الباب بالجهد، وانا تصدمت خلعت حيت عرفت باللي ممكن يكونوا هما وصلوا وبهذه السرعه. حاولت باش نجري، ولكن جبرت راسي محاصر بالمخابرات المغربيه. بكثرة ما كنت خوفان ومخلوع ارتحيت ملي شفتهم، حيت اللهم في بلادي ولا ميت في شي قنت. هزوني من داك البلاصه حتى علاو لي داك الخنجة على راسي في وسط واحد المقر وفي واحد البيت كله جاج، وواحد الكاميرا اون فاس ديالي، وواحد الضابط كيسقسيني قال لي شنو سلمتي لهم. قلت له ما سلمتهم حتى شي حاجه وانا مستعد باش نتعاون معكم بشرط انكم تحميوني من هاد الناس هادو. قال لي واخا، عطينا المعلومات اللي وصلتي ليهم كامله وعاودنا داكشي بديتاي. وبالفعل عاودت لهم داكشي اللي عاودت لكم كامل حتى وصلت للساعه اللي دخلوا هما.
قال لي داك الضابط واش مستعد تتعاون معنا ونتعاونوا معك ونشبروا هاد المجموعة هادي. قلت له أنا مستعد. ومن دابا جاوبني داك الضابط وقال لي الأجهزة ديالك كاملة عندنا، كاملة في الحجز، غادي نعطيوك جميع الأجهزة والمعدات ديالك اللي كتخدم بهم، ولكن تجيب لنا شكون هاد الناس والمعلومات ديالهم. وهنا غنلعب أنا البطاقة الرابحة ديالي، واللي هي داك الملفات اللي جمعت عليهم اللي كانوا عندي في واحد القرص صلب اللي مخبي. داكشي اللي كان. خرجوني من تما، ما شفتش البلاصة حتى لقيت راسي في واحد البيرو وكله مجهز. ومن بعد طلبت الإذن باش ننتقل للدار نجيب واحد القرص صلب لأن عندي فيه برمجيات خاصة بيا كنخدم بها. وداكشي اللي كان. مجرد أني دخلت للدار جبت داك القرص ورجعت، وفاش دخلت نزلت لهم داك القرص وقلت لهم داكشي اللي بغيتو كامل كاين هنا. هذا علاش المهمة ديالي أنا تسالت، ودابا خصكم توفيو بالوعد ديالكم. هزو داك الديسك ديال القرص الصلب واكتشفوا داك المعلومات اللي فيه، وبالفعل كانوا معلومات مهمة واللي كتوضح وكتفصل بالضبط شكون داك الناس وشنو الأهداف ديالهم والنظام اللي كيخدموا به والطرق والأساليب اللي كيخترقوا بها. وهنا غادي يدخل عندي واحد الشخص الهيئة ديالو باينة أنه شي واحد كبير اللي زعما ذو منصب. دخل وجلس في الكرسي وهو يسكت واحد شوية، ومن بعد نطق قال لي عندك جوج الخيارات لا ثالث لهما، وغادي تختار واحد فيهم. هي غادي نطلقوا الصراحة ديالك، ولكن ما عمرك غتقيس الكلافي ديال البيسي في حياتك. أما الخيار الثاني هو أنك تبقى حياتك كاملة شاد داك الكلافي ولكن تخدم معنا، وغادي نوفروا لك المسكن وصالير قار ومعيشة مزيانة. شنو بالك؟ أنا فكرت مزيان وقلت شكون أحسن، واش نكون مخبع ورا الظلال ولا نكون خدام وسط النهار ومحمي من جميع اتجاهات؟ وانا نقول له مستعد باش نخدم معكم ونخدم بلادي. قال لي اذا توكل على الله، جمع المسائل ديالك من الدار، راه غيدوزو موراك وغينقلوك ان شاء الله المسكن جديد، والخطه ديال العمل راه غينقلوها لك الدراري، والسلام عليكم. وهنايا مبدئيا كتكون تسالات القصه ديالنا. وإلا بغيتو نزيد لكم الجزء الثاني ويكون زايد تشويق وزايد حماس، فما عليكم إلا تخليو كومنتير وجيم باش نطلعوا الناس جداد، وخليو معكم ابوني باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا. وكنتم في بيت القصص، واللي بقى متابع حتى هاد الدقيقة هادي راك متابع حقيقي، وشكرا بزاف وإلى اللقاء.